السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المتابعين الأعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا ده فيديو جديد هنتكلم فيه عن بعض الاكسبريشنز او الديلي اكسبريشنز اللي هي التعبيرات اليومية اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك اليومية وبتتردد معاك كل يوم. يبقى احنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها ديلي اكسبريشنز اللي هي معناها تعبيرات يومية. يلا نبدأ مع بعض. التعبير الاولاني اللي هو اسمه دقه قديمه. يعني ايه دقه قديمه؟ يعني حد كده عايش على العادات والتقاليد القديمه شويه. لما يكون راجل كبير بيعمل حاجه فبيقولوا انت دقه قديمه. طب دقه قديمه بالانجليزي يعني ايه؟ فاضي دادي. فاضي دادي. فاضي دادي. يو ار فاضي دادي، يعني انت دقه قديمه. التعبير التاني شخص ضعيف الشخصيه، يعني شخصيته ضعيفه شويه، ممكن ينساق ورا اي كلام ورا اي راي، فملوش شخصيه قويه، فهقول عليه وشي واشي. وشي واشي. وشي واشي. وشي واشي. التعبير اللي بعديه هو معناه خزعبلات او هراء او كلام فارغ، يعني حاجات مش هتصدقها، وهو اسمه هوكس بوكس. هوكس بوكس. هوكس بوكس. يعني لو حد بيقول لك اي حاجه وانت مش مصدقها، شايفه ان هي خرافه، حاجه خزعبلات، حاجه مش ينفع ان احنا نصدقها، هقول له هوكس بوكس. طيب تعال نشوف التعبير اللي بعديه. التعبير اللي بعديه اسمه القيل والقال. طبعا ده بيتقال لما يكون فيه كلام عن موضوع كتير قوي واراء مختلفه واكتر من حد قال حاجه، فممكن نقول القيل والقال اسمها تتل تاتل. تتل تاتل. تتل تاتل. تتل تاتل. ده التعبير. شوف التعبير اللي بعديه كده. التعبير اللي بعديه بيقول بطل من ورق. يعني ايه بطل من ورق؟ حد بيقعد يقول لك انا بطل وبعمل 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 وبعمل، وساعة الجد يعني بتلاقيه جاب ورا، فده بنقول عليه بطل من ورق. هنقول عليه ايه بالانجلش؟ هنقول عليه بيبر تايجر. بيبر تايجر. بيبر ورق وتايجر نمر، يبقى بيبر تايجر بطل من ايه؟ من ورق. طيب التعبيرات دي كلها يا ريت تكون استفدت منها، تعال راجعها بسرعه. دقه قديمه يعني فاضي دادي. فاضي دادي. ضعيف الشخصيه وشي واشي. وشي واشي. خزعبلات هوكس بوكس. بطل من ورق بيبر تايجر. بيبر تايجر. لو سمعت الفيديو للاخر، ويا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت منه، يا ريت ما تبخلش علينا بقى بلايك جميل، واعمل لنا شير علشان كل يستفيد من القناه، واكتب لي في التعليقات انت بتتابعني منين بالظبط وعاوز تعرف ايه في اللغه الانجليزيه، وباذن الله اعمله لك في فيديو، وان شاء الله باذن الله تقدر تستفيد مني. مع السلامه.